السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا حبايبنا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وعافية وسلام. احنا النهارده مش جايين نشرح نحو ولا بلاغة، لا النهارده جايين نحكي حكاية فخر العرب، مش بتاع ليفربول، بتاع العربي. في البداية يا سيدنا انا اتولدت في بيئة مصرية عادية جدا. من صغري وانا بحب اخد من خبرات الناس واسمع نصايحهم، وكنت بسمعهم في البيت بيقولوا اللي في دماغه علم عمره ما يجوع. الجملة دي حسيتها قوي وصارت فيا جدا، وعلمتني ان العلم هو الطريق الصح. وبدات احب العربي وبدرسه بنفس مفتوحه، مش حاجه عليا ولازم اخلصها وخلاص. دخلت كليه دار العلوم وانا عندي شغف اني اخلي العربي من ماده صعبه ومش مفهومه لماده سهله وبسيطه، وبقيت اذاكر علشان حابب الماده مش عشان تحصيل درجات والسلام. واشتغلت في مدارس كتير، وكنت بسافر في عز الحر والدنيا ما كانتش احسن حاجه، لكن رغم كل ده انا ما يقصتش وكنت بأدي بحماس وحب، والطلبه كانت تقول يا مستر عربي سهل جدا. في اللحظه دي قررت اني ابسط الماده اكتر واكتر، وعملت فيديو انيميشن وعرضته على المدرسه اللي كنت شغال فيها، ولكن الرد كان سيء جدا وجاب الرفض. وهنا يست قوي وقلت هنزل على النت وخلاص يمكن حد يستفاد، وفعلا ناس كتير استفادت والفيديو انتشر. ده حتى الناس كانت بتعرفني من صوتي وتقول لي هو انت مدرس؟ وهنا بدأت التجربة اللي غيرت حياتي، بسطتها له. بدأت أبسط دروس نحو بلاغة للثانوية العامة وأشرح بطريقة قريبة من الطلبة، وفعلا ربنا أعطاني التوفيق والقبول، وبدأت فيديوهاتي تتعرف أكتر وأكتر، وبقيت زي ما أنتم شايفين أشهر مدرس لغة عربية للثانوية العامة. لكن على فكرة أنا مش بس مدرس، أنا قدوة حسنة لطلابي وصاحبهم قبل ما أكون مدرسهم، وأحب أقول لهم إن النجاح عمره ما هيجي من غير تعب يا سيدنا، فاتعب علشان تنجح يا صديقي. وفي النهايه ما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك وتدعي لاحمد اللي عمل الفيديو علشان تعب فيه قوي. ويلا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم.